ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبه نستعين. يا رب تكونوا بصحه وبخير ويعودها الايام يا رب علينا وعليكم بخير كده. طيب بتعملي ايه بقى يا ام انس النهارده؟ هنصلي على الرسول كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقول لكم بقى، بصوا يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد ولا حول ولا قوه الا بالله على العظيم. دي بطاطا 2 كيلو بطاطا اهما، بسم الله الله اكبر اللهم بارك. دول 2 كيلو بطاطا مسكتهم قشرتهم وقطعتهم طرنشات، وبعد ما قطعتهم طرنشات حطيت عليهم حوالي نص كوبايه سكر وكوبايه ميه، وسبتهم لغايه ما اتسلقوا كده. ايه بصوا الجمال، بصوا بتدعك لوحدها خالص ازاي. عايزه اعليها لكم شويه. انا بظبط لكم بس ايوه كده. المهم بقى ايه، ههرسها كده خالص. بصوا هي بقت زبده. يبقى كده انا جبت البطاطا 2 كيلو بطاطا قشرتهم، وبعد ما قشرتهم حطيتهم في حله طرنشات، وبعد ما عملتهم طرنشات كده زي ما انتم شايفين حطيت نص كوبايه سكر على كوبايه ميه وسبتها تتسلق، واتسلقت وطلعت بالجمال ده زي ما انتم شايفين. هدلق عليها بقى كوبايه لبن. اللهم صل على سيدنا محمد. وابتدي بقى ايه، ادعكها قوي كده في اللبن. هي سخنه. احط عليها زبده بلدي اهيت كوره. صلي على النبي كده، وابتدي انزل معلقتين زي ما انتم شايفين كده. هفضل بقى اقلب فيها كده لغايه ما تسيح معايا خالص في البطاطا. بصوا خلاص انا دوبت الزبده فيها. هجيب القالب الازاز بتاعي الكبير ده، طاجن البايركس ايا كان مسمياته عندكم، وابتدي اصلي على النبي كده وننزلها في الطاجن بقى. زي ما انتم شايفين انا فردت البطاطا اهي. عايزه اقول لكم طعمها والله من غير حاجه كده تتاكل اكل. جبت الحله بتاعتي اللي انا عملت فيها البطاطا، سلقتها. انا مش هنوسخ بقى ونبهدل الدنيا. وهنزل فيها 3 كوبايات لبن كده. نصلي على النبي يا حبايبي، ولا حول ولا قوه الا بالله على العظيم. وما تنسوش تعملوا لي لايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. صلوا على الحبيب كده القلب يطيب. بصوا طيب، دي بقى الكريمه اللي انا هعملها للبطاطا. طيب هي عباره عن ايه يا ام أنس؟ هي عباره على ايه يا ام انس؟ عباره ان احنا حاطين 3 كوبايات لبن على 3 معالق نشا. بسم الله. واقلبهم كده على البارد. وهحط كريمه لباني. احط شويه كمان. يبقى كده حطيتي ايه يا ام انس؟ 3 كوبايات لبن على 3 معالق نشا على 3/4 كوبايه، نقول نص كوبايه كريمه لباني على معلقه 2 كريمه جانتيه. هبتدي اقلبها كده وارفعها على النار بقى ونشوف بعد ما تخلص. معلش انا اسفه اتلخمت، نسيت اقول لكم ان احنا هنحط كمان ورقه فانيليا.
نسيت اقول لكم كمان ان انا هحط معلقه زبده بلدي. بسم الله. واقلبها وارجع كده بقى. خلاص زي ما انتم شايفين اهو. هنصلي على النبي بقى كده ونبتدي ننزل بالكريمه بتاعتي. بصوا الجمال، دي مش كريمه، دي ينطبق عليها كلمه يا صفايح الزبده السايحه. بصوا لونها عامل ازاي ولا القوام بتاعها. كريمه جانتي على كريمه لباني على سمنه بلدي على فانيليا، يعني ايه الله بقى لو في كمان ايه كان حته قشطه كده نسيحها ونحطها على الوش. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، الشكل البطاطا والكريمه. هدخلها بقى دلوقتي الفرن، وبعد ما نطلعها هنشوف الشكل النهائي بتاعها. ما تنسوش تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناه وتشيروا لي الفيديوهات بتاعتي عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى، تعالوا 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 شوفوا الجمال والحلاوه. بصوا 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 الجمال والحلاوه بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بصوا طبقات الكريمه والبطاطا. بصوا تحفه تحفه تحفه، اللهم بارك. بصوا مش طريه ان هي بتلوز، لا لا، متماسكه مظبوطه متحمره. يعني مش عايزه اوصفها لكم بس مش لاقيه مدى وصفي وسعادتي بيها. عايزاكم تصلوا